الوها، اهلا بكم على قناه سمر تايم. فيديو النهارده ناس كتير كانوا طلبوه مني ومن فتره طويله، وهو نصايح او خطوات للعنايه بالبشره، بالذات البشره اللي فيها حبوب. معلش لو انا اتاخرت عليكم شويه في عمل الفيديو دوت، بس انا ما كنتش حابه يعني اطلع فيديو بتكلم فيه عن حاجات انتوا اوريدي عارفينها او بتشوفوها كتير على النت، وكمان ما كنتش عارفه اذا كانت بتجيب نتيجه ولا لا. اخيرا انا في شويه خطوات وحاجات بدات اعملها من فتره، وعارفه انها بتجيب نتيجه، بشرتي اتحسنت عليها بشكل ملحوظ جدا، وحابه ان انا اشارك بيها معاكم. الخطوات دي بسيطه جدا، انا ما كنتش حابه ان انا اعمل لكم نصايح او خطوات يبقى فيها منتجات لازم تشتروها وتجربوها، او حاجات تبقى يعني صعب انها تبقى في متناول الايد. بالعكس، الخمس خطوات اللي انا هتكلم عنهم دول حاجات متوفره في البيت، حاجات سهله جدا ممكن اي حد يعملها، ممكن تبداي حتى تعمليها من دلوقتي. فهاتي بقى ورقه وقلم وتعالي اقعدي اكتبي معايا كده الخمس نصايح اللي هتعالج مشاكل البشره بكل انواعها. نصيحه رقم 1 هي الميه. شرب الميه مهم جدا 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 جدا، مش عشان البشره بس، عشان صحه الجسم عموما. وانت حتى هتلاحظي حاجات كتيره في جسمك اتحسنت بس لمجرد ان انت بدات تشربي ميه كتير وبصوره مستمره. الميه هتفتح البشره، هتنورها، هتخليها يعني الجفاف، لو حد عنده مشكله في الجفاف، لو حد عنده مشاكل في الحبوب، كل الحاجات دي ممكن تتعالج بس لو بدانا نشرب ميه. المطلوب منك ان انت تشربي على الاقل 3 لتر ميه عشان تقدري تشوفي نتيجه فعلا ملحوظه على بشرتك. ازاي تقدري تشربي 3 لتر ميه؟ يا اما تشتري يعني ازازه ميه من اللي هي زي الهيدرو فلاسك اللي هي بتبقى لتر، وتمليها وتشربي منها خلال اليوم، او تجيبي ازازه حتى بتاعت عصير او لبن، او يعني اي ازازه ممكن يعني يعاد استخدامها يكون حجمها مثلا لتر، وتشربي منها 3 مرات، يعني تشربي 3 ازايز من دول في اليوم. وعلشان تقدري تعرفي اذا كنتي بتشربي ميه يعني بطريقه كافيه ولا لا، تبصي في يعني لما بندخل الحمام تشوفي اللون سوري يعني البول بتاعك لونه ايه. لو لونه اصفر يبقى ده معناه ان انت ما بتشربيش ميه كفايه. لو لونه اصفر فاتح جدا يكاد يكون شفاف يبقى انت بتشربي ميه كفايه. النصيحه رقم 2 وهي عمل ماسكات على الاقل مره في الاسبوع. نوع الماسك اللي انا بتكلم عليه اللي هو ماسك العسل والليمون، يعني بيجيب نتيجه انتوا مش متخيلينها. مش بس بيعالج الحبوب لو في حبوب، ده كمان بيفتح اللي هي اماكن اللي هي البقع اللي بتبقى نتيجه الحبوب، بيدي نضاره للبشره، بيدي لها رطوبه. ليمون يعتبر من المواد اللي بتستعمل علشان تفتح بشكل عام. العسل من المواد اللي هي بتقتل البكتيريا. الاثنين دول مع بعض انا بحس ان هما بيجيبوا نتيجه ملحوظه جدا في معالجه الجفاف بتاع البشره، وفي كمان معالجه البقع اللي بتبقى ناتجه عن الحبوب. انا بلاحظ ان انا لما بيبقى عندي حبوب في بشرتي ملتهبه، لما بعمل الماسك دوت مثلا يعني يومين ورا بعض او 3 ايام ورا بعض، بحس ان الحبوب بتهدى شويه، الالتهاب بتاعها بيهدى شويه. فنصيحه جربي على ماسك العسل والليمون، ممكن حتى تعمليه كل يوم لو حابه، بس ده بيجيب نتيجه يعني ساحره. نصيحه رقم 3 ودي النصيحه يعني حاجه سر، بدأ شويه ناس يعرفوه بس من لسه برضو مش منتشر قوي، فانا هبوح لكم بالسر دوت. قشر الموز معالج للحبوب خطير جدا. دوره في معالجه الحبوب زي بالظبط اللي عارفين المرهم اللي هو بيتباع مخصوص عشان يعالج الحبوب، اللي هو بيبقى حاجه بتيجي لمعالجه الحبوب بس. ده ممكن تستغني عنه تماما لو بدات تستعملي قشر الليمون. انا شخصيا جربته في خلال 24 ساعه بيخفي الحبوب، مش هزار. جربيها انت لو عندك حبايه دلوقتي وعندك موز في البيت، اقطعي حته قشره وادهني على مكان الحبايه كده يعني لمده مثلا 30 ثانيه او حاجه، وسيبيها ونامي، واصحي الصبح الحبايه دي مش هتلاقيها. لو حتى ما راحتش بتحسي انها بتهدى بشكل ملحوظ، يعني 80% منها من الالتهاب بتاعها بيروح. الحبايه لما بتروح ما بتسيبش اثر بعدها. حتى الكريمات اللي انا بستعملها لمعالجه الحبوب ممكن تكون يعني بتخفي الحبوب او بتخفف الحبوب، بس الحبايه بتسيب اثر بعدها. الموز ما بيعملش كده ابدا. الموز بيهدي الحبايه فعلا في خلال 24 ساعه وما بيسيبش كمان اثر. فدي نصيحه رهيبه جدا، يا ريتكم تجربوها وفعلا ناس كتير هتستريح عليها. نصيحه رقم 4 وقبل
قبل الاخيره، وهي برضو سر من الاسرار. عصير او شاي بيتعمل من الجينجر والتومريك او الجنزبيل اللي هو الفريش، والتومريك اللي هو الكركم برضو الفريش مش الباودر. روحي هاتي واحده جنزبيل وواحده تومريك او يعني اللي هو الكركم الفريش مش الباودر، وقشريهم وقطعيهم واسلقيهم في حله فيها شويه ميه، مش مهم كميه الميه قد ايه، بس حطيهم في شويه ميه وسيبيهم يغلوا لحد ما تحسي ان هم يعني استووا جامد جدا. بعد كده تسيبيهم يبردوا، تضربيهم في الخلاط وتزودي عليهم كميه الميه اللي انت حباها. لو عايزه تعملي مثلا ازازه ميه، عايزه تعملي يعني حسب انت الطعم اللي انت ممكن تتقبليه. هيبقوا حامين شويه والطعم مش هيبقى مستحب، بس يعني حاولي انت تزودي عليهم بقى حاجات مثلا سكر او ليمون علشان يعني تخفي الطعم شويه. وكل يوم تشربي على الريق كوبايه من اللي هو العصير دوت او الشاي دوت زي ما معرفش بقى تسميه ايه، بس فعلا في خلال اسبوع واحد هتشوفي نتيجه ملحوظه على بشرتك. الحبوب مش هيعالجها قوي قد ما هو بيدي نضاره للبشره، بيدي يعني نور كده للبشره. بجد بجد لازم تجربوها وعرفوني قولوا لي رايكم فيها ايه، لان انا متاكده هتعجب ناس كتيره جدا لانها حاجات متوفره ومش صعبه. النصيحه الاخيره وهي حاجه ممكن تكون ما بتجيش في بالنا كتير، بس انا جربتها وفعلا بشرتي اتحسنت عليها كتير جدا، ويا ريتني كنت حتى يعني جربتها من زمان. نوع البشره بتاعك، في ناس كتير بتقول اشتري منتجات اللي بتناسب بشرتك، فانت ممكن تكون بشرتك دهنيه بتشتري لها منتجات للبشره الدهنيه، ممكن تكون بشرتك جافه، ممكن تكون بشرتك فيها حبوب فبتجيبي لها المنتجات اللي بتعالج الحبوب. بس مش شرط لان انت بتستعملي المنتجات اللي بتناسب بشرتك يبقى تشوفي نتيجه، ودي حاجه انا لاحظتها. انا كنت بستعمل حاجات مناسبه لبشرتي بس بشرتي عمرها ما اتحسنت. بشرتي بدات تتحسن لما بدات اشتري منتجات للبشره الحساسه. انا بشرتي ما بعتبرهاش حساسه بصراحه، ومع ذلك في كيميكالز او يعني مكونات معينه ممكن تكون في البرودكتس اللي احنا بنشتريها، اللي هي حتى بتبقى المفروض لمعالجه الحبوب ومعالجه البشره، تكون مش كويسه للبشره، تكون شديده على البشره، حتى لو بشرتك مش حساسه بتتاثر بيها. فجربي ان انت تشتري منتجات للبشره الحساسه. بدات اجرب الموضوع دوت وسرحت عليه. الكريم المرطب بتاعي بجيبه للبشره الحساسه، التونر بتاعي بجيبه للبشره الحساسه. بشرتي فعلا اتحسنت كتير والحبوب اللي كانت بتطلع قلت جدا. الخمس نصايح هعيدها عليكم تاني بسرعه. تشربي ميه كتير، تعملي ماسك العسل والليمون مره على الاقل في الاسبوع، تستعملي القشر الموز علشان لو عندك حبايه ملتهبه وده هيشيلها في خلال 24 ساعه مش هزار. تشربي شاي او العصير اللي هو الجنزبيل والكركم على كوبايه على الريق كل يوم. واخر حاجه تستعملي منتجات للبشره الحساسه. اتمنى ان كل الحاجات دي تجربوها، واتمنى انها تفيدكم وفعلا تساعد ناس كتير، وتقولوا لي رايكم. يا ريت لو حد جربها يعني قولوا لي الفيدباك والتجربه بتاعتكم كانت عامله ازاي. وبرده لو انتوا عندكم نصائح او تريكات معينه انتوا عارفينها بتجيب نتيجه وبرده حاجات بسيطه جدا في متناول الايد، يا ريت تشاركوا بيها معايا عشان كلنا نستفيد. لو عندكم اي اسئله ما تنسوش تبعتوها لي، وهشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.